اهلا بيكم وفيديو جديد، تاني فيديو من سلسلة مخبوزات العيد. هنعمل النهاردة بسكوت المحلات بالنشادر وبالماكينة وبالسمنة، يعني بسكوت مقاديره مظبوطة بالشعرة. كنت نزلت قبل كده فيديو كحك العيد، تقدروا تتفرجوا عليه، هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. وكمان منزلة فيديو بسكوت النشادر بتاع الأمهات بتاع زمان، محقق نسبة مشاهدة عالية، برضو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. إنما النهاردة هنعمل بسكوت المحلات، هندردش مع بعض بقى في كل حاجة، طريقة الخبز والمقادير والتركات اللي تطلع معانا البسكوت مظبوط جدا، وايه اللي ناخد بالنا منه. يعني ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هتبقي محتاجة اي حاجة علشان تطلعي بسكوت مظبوط جدا. يلا ندخل على الفيديو، بس ما تنسيش لايك للفيديو لو عجبك، وشير، وكمان اشتراك في القناة. اول حاجة بنتكلم فيها في اي فيديو من سلسلة مخبوزات العيد، وهي الدقيق. انا النهاردة استخدمت كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوت. انت بقى استخدمي اي نوع دقيق يعني انت متعودة عليه او بيديكي نتيجة كويسة. اهم حاجة الدقيق اللي نستخدمه يكون نسبة البروتين فيه يعني فيه ما تزيدش عن 11%، من 10 ل 11%. نسبة البروتين لما بتعلى البسكوت او العجينة بتطرد السمنة والبسكوت بيطلع معانا ناشف. اول حاجة بنعملها ان احنا بننخل الدقيق بتاعنا. وعايزه اقول لك كمان ملاحظه مهمه جدا بالنسبه للدقيق، اي دقيق هتشتريه يعني يا ريت تشتري طبعا الدقيق المغلف او اللي بيبقى في اكياس دوت، ما تشتريش الدقيق السايب. تاني حاجة الدقيق لازم توزنيه قبل ما تستخدميه، لان برضو ساعات بيبقى ناقص في الوزن. يعني انا عايزة اقولك الكيلو دوت كان ناقص 20 جرام، فده برضو بيفرق في المقادير. يعني معلقة دقيق زيادة معلقة نقص بتفرق معانا في المقادير. فانت وزني الدقيق بتاعك. كيلو الدقيق اصلا انا لما بعايره بالكوباية المعيارية ال 250 ملي بيديني حوالي 7 كوبايات وتلت من الدقيق، وبعايره بعد النخل يا جماعة. ولو عايزين تشوفوا معايرة الدقيق ممكن تتفرجوا على فيديو الكحك، انا بوريكم هناك ازاي تعايروا الدقيق بالكوبايه. بعد ما نخلت كميه الدقيق كلها هضيف عليها باقي المواد الجافه. عندي هنا معلقه كبيره من المعالق المعياريه بما يعادل 10 جرام من البيكنج باودر، وما نزودش عن كده علشان البسكوت ما يفرش معانا يا جماعه. هم 10 جرام كفايه قوي. تمام. هضيف كمان رشه من الملح. هقلب المكونات دي كلها على بعض، وبكده خليط المواد الجافة عندي أصبح جاهز. ما نكترش البيكنج باودر، ما تنسوش إن احنا لسه عندنا نشادر هنضيفه. تمام. بالنسبة بقى لباقي المكونات، عندي سكر بودر. السكر البودر دوت منخول طبعا زيه زي الدقيق. وزنه كان 350 جرام بما يعادل كوبايتين من الكوبايات المعيارية. بس لو هتعايري بالكوباية المعيارية اضغطي السكر في الكوباية علشان يديكي ميزان صحيح، واستخدمي بقى سكر بودر جاهز او مطحون، الاتنين هينفع. تمام. بالنسبة بقى للسمنة، السمنة دي وزنها كان 350 جرام بما يعادل كوباية وتلت ومعلقة كبيرة. تمام. السمنة ضروري تكون خارجة من التلاجة، يعني أنا أخدت السمنة دي من العلبة والعلبة كانت في التلاجة. ضروري قوام السمنة يكون بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. تمام. هنستخدم نوع سمنة ايه؟ استخدمي بقى السمنة يعني اللي متوفرة عندك، سمنة صناعي، بلدي، خليط، براحتك خالص. تمام. هنيجي بقى للبيض. عندي 4 بيضات من بيض المزارع الكبير، هضيف عليهم 4 باكتس من الفانيليا الباودر، او معلقه كبيره من الفانيليا السائله من معالق الاكل، ايا كان المتوفر عندك استخدميه. طبعا البيض دوت بيض مزارع. لو هتستخدمي بيض بلدي استخدمي 5 بيضات، علشان البيض البلدي بيبقى يعني وزنه اقل من البيض من بيض المزارع. تمام. هنبتدي بقى نشتغل في البسكوت بتاعنا. في البوله اللي انا هعجن فيها هنزل اول حاجه بالسمنه، يعني وركزي لي كده في قوام السمنه، طبعا لازم تكون بالقوام اللي انت شايفاه دوت. وهبتدي اضيف السكر البودر، وهشغل المضرب بتاعي على السرعة البطيئة علشان السكر كده ما يطرش في وشنا. ونلم السمنة بالسكر ونضرب، وما بين وقت للتاني يعني بنوقف المضرب بتاعنا وبنجيب جوانب البولة علشان نضمن خلط متجانس لكل المكونات مع بعض، علشان بتبقى فيه حتت كده من تحت مش مختلطة كويس. احنا بسباتيولا كده ونخلط المكونات كلها مع بعض ونكمل ضرب بالمضرب لمدة 10 دقايق يا جماعة، أو لحد لما السمنة والسكر مع بعض حجمهم يزيد والخليط لونه يفتح وتبقى شبه الكريمة. يعني الخليط يبقى شبه الكريمة معانا. يعني وقت الضرب من 8 ل 10 دقايق على حسب قوة المضرب بتاعك. خلاص. انا دلوقتي خلاص وصلت للقوام المطلوب. هبتدي اضيف البيض. البيض بقى لازم يكون بحرارة المطبخ يا جماعة، ما ينفعش البيض يكون خارج من التلاجة
ودي طبعا حاجة بنأكد عليها في كل الفيديوهات اللي بيبقى فيها ضرب الزبدة أو السمنة مع البيض، علشان البيض ما يخرج مش يخرز يعني مع السمنة بتاعتنا ويفصل والوصفة تبوظ مننا. فهنضيف البيض بيضة بيضة، أول بيضة تختفي نضيف اللي بعدها، وهكذا لحد لما البيض يختلط تماما مع السمنة والسكر. هضيف انا كمان اضافة، هضيف كده معلقة صغيرة او معلقتين صغيرين من مسحوق بودرة البرتقال اللي هو فروتي. ضفت معلقة، حسيت كده ان اللون يعني مش عاجبني فضفت معلقة تاني كمان، يعني معلقتين صغيرين من مسحوق بودرة البرتقال تانك او فروتي يعني اللي بيتابعني من مصر. هقلبها كده مع الخليط وهركن الخليط دوت على جنب، وهنشوف بقى النشادر بتاعتنا هنحضرها ازاي. عندي هنا 10 جرام من النشادر بما يعادل معلقة ممسوحة من معالق الأكل، معلقة ممسوحة من معالق الأكل الكبيرة. هضيفها على 80 ملي من الحليب، هقلبهم مع بعض. وتلاحظي كده وانت بتقلبي النشادر مع الحليب ان الخليط بيفور معاكي وبيتقل، ده دليل على ان النشادر بتاعتك شغالة. يمكن هي مش باينة في الكاميرا بس انت بتحسيها وانت بتقلبي كده بالمعلقة. هضيف خليط السوائل على البيض والزبدة والسكر وهقلبهم كده بالمضرب تقليبة كده بحيث كل المكونات تندمج مع بعض. وبعد كده هنبدأ في إضافة الدقيق. كده خلاص مهمة المضرب معايا انتهت. هجيب كده الجوانب بالسباتيولا وهضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق انا مستخدمة دقيق طبعا كحك وبسكوت زي ما شفتي معايا في الفيديو. انت بقى لو هتستخدمي اي نوع دقيق، دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق فاخر، اي نوع دقيق، يفضل ما تضيفيش الدقيق كله مرة واحدة، سيبي منه معلقة او معلقتين واعجني العجينة بتاعتك واختبريها في الفرن وشوفيها. لو فرشت هتبقى محتاجة دقيق، لو هي تمام خلاص ما تضيفيش دقيق تاني. تمام. هنقلب الدقيق كده بايدينا واحنا في المرحله دي بقى. خلي بالك خلي بالك عشان احنا قلنا هندردش في كل حاجه. خلي بالك ان انت ما تعجنيش كتير، احنا بنقلب يا دوب باطراف صوابعنا. بمجرد كده ما الدقيق يختفي خلاص بنوقف تقليب علشان العجينه ما تشدش عرق معانا يا جماعه. تمام. العجينه لو شدت عرق معانا يعني البسكوت معانا هيطلع ناشف. تمام. طبعا ما بختبرش العجينه خالص او قوام العجينه وانا ايدي فيها عجين، لا بغسل ايدي الاول وبعد كده بشوف العجينه. قوام العجينه المفروض يكون فيه سن التلزيقه خفيفه، بكده تعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه. تمام. العجينه بتاعتنا دي بنريحها حوالي نص ساعه، بنغطيها ونريحها حوالي نص ساعه على ما نجهز المكنه بتاعتنا والصاجات والحاجات دي بقى. تمام. انا هستخدم النهارده الموس المشرشر من امواس المكنه، وبتدي الصاج بتاعك مسحه زيت خفيفه قبل ما تحطي البسكوت فيه، مسحه خفيفه خفيفه خالص خالص. تمام. وبتبتدي بقى تشتغلي بالمكنه. انا عايزه اوريكم بس يعني غرضي من الشوت ده عشان تشوفوا البسكوت ازاي طالع من المكنه كده يعني. عايزه اقول لكم يعني طالع بسهوله جدا يعني. تمام. بتشكليه بقى على حسب الطول اللي انت عاوزاه. وبتستخدمي بقى سكرابر او مسطره او سكينه، يعني بتسوي البسكوت كده اي بسكوته معوجه اي حاجه بتعمليها كده بالسكرابر. وبتسوي الاطوال كده برضو مع بعض بالسكرابر، يعني بتاخدي على اصغر واحد اصغر بسكوته وبتسوي عليها. بتشيلي كده الزيادات، بتعملي كل ده يعني. انا الاول بتعملي الصف الاول وبعد كده ايه تعملي صف صف وتظبطيه، يعني ما تستنيش لما تخلصي الصاج كله وتظبطيه، لا اعملي صف صف وظبطيه. تمام. انا عملت كل الصاج بتاعي وده كان شكله، وعملت كمان من الموس دوت او من الشكل دوت. تمام. ودلوقتي برضو عايزه اوريكم ان انا استخدمت القمع مش امواس المكنه. وهعمل منها صاج صغير. ده كان شكله. عايزه اقول لكم كمان لما تشتغلوا في البسكوت، لو احنا في الصيف اشتغلوا في مكان يكون جيد التهويه يا جماعه، يكون مكان هاوي كده ويعني حرارته مش عاليه. تمام.
هنبدأ بقى نشوف الخبز هيكون ازاي. انا هخبز النهارده في فرن الصاج. البسكوت بيدخل على حرارة عالية يا جماعة، يعني انا زي ما انتم شايفين كده الجوانب بتبقى حرارتها وسط، ومن تحت بتبقى حرارتها وسط برضو، لان الفرن ده اصلا سخن يعني مش زي فرن البوتاجاز. اول ما بتدخلي البسكوت بتاعك، طبعا اي بسكوت في الدنيا لما بيدخل الفرن بيفرش الاول وبعد كده بيبتدي يلم معاكي، فما تقلقيش خالص. تمام. اول ما تلاقيه احمر من تحت طبعا بتديه وش كده من فوق او تعلي عليه الجوانب. اهم حاجه البسكوت يطلع محمص زي ما انت شايفاه كده، علشان ما يرطبش معاكي البسكوت، ما يخرجش من الفرن ابيض يا جماعه. لازم يكون يعني في سنه تحميصه كده خفيفه، علشان لو فضل معاكي مده طويله ما يرطبش معاكي. تمام. عايزه اقول لك كمان الخبز في فرن البوتاجاز بيكون على حراره 180 الرف الاوسط. لو فرنك بيشتغل من تحت بس، اول ما ياخد لون من تحت تقفلي من تحت وتشغلي عليه الشوايه ياخد لون من فوق. لو الفرن بيشتغل فوق وتحت مع بعض، شغلي فوق وتحت مع بعض. اول ما ياخد لون كده تخرجيه، وبألف هنا وشفا. البسكوت يعني طالع مظبوط جدا، محافظ على الرسمه بتاعته زي ما انت شايفه. تمام. يعني مقاساته كلها واحد، الشرشرة الجميلة اللي احنا بنحبها. وفي البسكوت عايزة اقولك كمان البسكوت كان دايب ذوبان حرفيا. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وكمان اشتركوا في القناة علشان يوصلكم بقية سلسلة مخبوزات العيد. دلوقتي هنيجي بقى لمرحلة حفظ البسكوت بتاعنا. طبعا البسكوت يعني بتسيبيه شوية على الصاجات يتهوى او يبرد تماما تماما، يتخلص من كل الرطوبة اللي فيه، وبعد كده بتحفظيه بقى في علب بلاستيك او في علب كرتون زي دي. بس بتحطي طبعا بلاستيك او كيس كده بلاستيك، علشان الورق او الكرتون ما يشربش ما يشدش السمنة من البسكوت ويشرب السمنة معانا. تمام. بتقفلي عليه، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتي طيبة. أشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.